القرآن الكريم هو أجل وأقدس وأعظم الكتب المنزلة، ويكفي القرآن الكريم شرفا أن تعهد الله تعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد يغيب عن البعض أن السنة الصحيحة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في هذا الوعد بالحفظ، داخلة في هذا الوعد بالإيه؟ بالحفظ. أمال ليه الجماعة الزنادقة يتوعدون ويعدون أتباعهم من المغيبين إن فترة قصيرة ويقضى على صحيح البخاري؟ مش هيقدروا، لأن ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ ويدخل ضمن هذا الوعد الذي توعد الله ووعد به الأمة بحفظ كتابها، هذا القرآن الكريم. والقرآن الكريم ما فرط الله عز وجل فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. بس في حاجة احنا يجب ان احنا نوضحها شوية، لأن بعض يقول لك ايه الجماعة هم الزنادقة الذين يدعون إلى الأخذ بالقرآن وترك السنة بالكلية، يقولون الله يقول في القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء. انتم جهلة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن نفسه اللي هيقول لك روح لمحمد سل رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى، شوفوا صلى ازاي، أخرج الزكاة شوف المقادير عنده ازاي، حج بيت الله شوف الحج البيت ازاي وأدى المناسك ازاي، وهكذا. ده معناه. فإذا القرآن الكريم حفظه يدخل فيه حفظ السنة الصحيحة. وبعدين الشيء العجيب والغريب لا يجوز للمسلم أبدا أن يستهين بالعهد القديم، التوراة الموجودة الآن. هو يؤمن بتحريفها، ولكن لا يجوز له أن يمتهنها ولا أن يحتقرها ولا أن يدنسها. وكذلك بالنسبة للإنجيل الموجود الآن. ليه بقى؟ لا بد وأن يكون في الإنجيل الموجود حق، ولا بد أن يكون في التوراة الموجودة الآن حق من عند الله، ولكن حق مختلط. حق إيه؟ حق مختلط. نفقه الأمر شوية. ولذلك يخرج علينا من عند آخر واحد يمسك إيه الغل اللي عنده، يعمل إيه؟ يمسك المصحف يقطع المصحف. واحدة تطلع يا بنت الحلال مالك ومال الكتاب العزيز، القرآن الكريم لا يفرض نفسه على أحد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو كتاب هداية يهدي إلى صراط مستقيم، إلى طريق قويم، وهكذا. أنت عايز القرآن خذ، ولكن إيه تمزيق القرآن في ملايين المطابع. وأقول حاجة والله، لو محي القرآن الكريم من الوجود لظل القرآن الكريم كعهده الأول محفوظا في الصدور. خلصنا. ولذلك كتير أقول هو إزاي أنتوا عندكم في الإسلام إمام مسجد كفيف فاقد البصر؟ ما هي عظمة القرآن الكريم أن القرآن يحفظ في الإيه؟ يحفظ في الإيه؟ في الصدور. هنشوف الست ديت بتعمل إيه مع القرآن، ونرجع لحضراتكم تاني.
Please, leave us all below. Seriously. So nice. So nice. مزقت القرآن. واحد يقول لي ايه البطولة في كده يعني؟ يعني الغل اللي طلع هتمزق أوراق المصحف، ودي بتيجي بفضل الله تبارك وتعالى، بتأتي دفاعا عن القرآن وترويجا للدعوة إلى القرآن، لأن كثيرا من غير المسلمين عندما يسمعون أو يشهدون مثل هذا يسألون عن هذا الكتاب. إيه تأثير الكتاب ده؟ التأثير العجيب والغريب القرآن الكريم ده، فيقرأوا القرآن ويهدون إلى الدين الحق.